فيما يتعلق بمجلس الشعب علقت جلساته. انا الحقيقه اللي انا بتمناه هو حل مجلسي الشعب والشورى، لان دول كنا بنسميهم مجلس عز. دي مجالس احمد عز، هتقعد هنعمل هتبقى مشكله، لكن في نفس الوقت تقابلنا المشكله اللي اتكلم عليها السيد عمرو سليمان. طب انا لو حليت البرلمان النهارده مين هيعدل لي المواد 76 و77؟ ده اللي قال عنه السيد عمرو سليمان، هيبقى هنا في فراغ يعني نحن في مأزق كبير. وانت النهارده لما بتيجي وتقول والله لا استنوا يا جماعه خلوا الرئيس مثلا شهرين ثلاثه نخلص الموضوع ده، هتطلع في الشارع الناس تقول لك انت بتتخلى عن مطلب الشارع. احنا بمأزق حقيقي. لكن انا عايز اقول بس الشباب الابطال دول اللي خرجوا عمرهم ما تصوروا ان البلد قد تصل الى هذا المأزق. هم خرجوا بمطالب اصلاحيه واضحه وبشكل حضاري واضح، لكن ترزيه القوانين الذين اوقعونا فيما نحن فيه هم دول المشكله الحقيقيه. طيب بالحديث عن احمد عز، حضرتك قلت مجلس عز، شايف ازاي القرار اللي صدر النهارده من مكتب النائب العام؟ فهمنا التفاصيل. اولا انا عندك تفاصيل انا طبعا مقدم بلاغ ضد احمد عز من سنه ونص، وانا الحقيقه اواجه احمد عز من حوالي 7-8 سنوات في الصحافه ولما دخلت البرلمان، ورفضت كل المحاولات التي بذلت من الكبار من اعلى المستويات سؤال بس قبل ما تكمل، بمناسبه الكبار اللي حضرتك بتتكلم عنهم دول، لما يتم النهارده التعامل مع احمد عز على مستوى القانون عن المستشار دكتور عبد المجيد محمود بهذا الشكل، معنى ان ده ينسحب على الكبار اللي كانوا حامينه؟ طبعا مفروض. مين اللي كان بيحميه؟ يعني لما واحد يقول للسيد عمر سليمان انا مش موافق على 125، يبقى مين اللي كان بيحميه؟ مين اللي كان بيحميه؟ احنا اللي بنسمع. لك ان تتصور، ما هو يا رئيس الدوله يا نجل رئيس الدوله، ما فيش غير كده. لان احمد عز انا قدمت بلاغ ضده من سنه ونص، البلاغ اتحرك دلوقتي. تحدثت فيه كيف استولى احمد عز على الدخيله، وازاي احمد عز رئيس مجلس اداره الدخيله واحمد عز رئيس مجلس اداره شركه العز لحديد التسليح، ازاي ده استولى على الدخيله بنسبه 50 و28% خدها، وكان مديون ب 740 مليون جنيه. تصور ان فوائد الديون تحملتها شركه الدخيله. تصور ان الرجل زحف بسرعه البرق واستولى على واحده من اكبر شركات القطاع العام اللي عملها الرئيس السادات بالاراضي، حوالي 1,000,000 متر، 1,500,000 متر، بالمينا بتاعت الدخيله، بالمكن، بالمعدات، بكله. لذلك ارتفعت ارباح احمد عز في 31/12/2005 كانت ارباحه من العز شركه العز بتاعته 179 مليون حسب القوائم الماليه بتاعت البورصه. بعد ما خد النسبه الباقيه من الدخيله في 31/12/2006 ارتفعت ارباح احمد عز الى 2,178 مليون حسب القوائم الماليه للبورصه. تصوروا يا شعب مصر لما واحد بيكسب في السنه 2 مليار، انت عايز تقول لي انه لوحده؟ مش لوحده. انا بتمنى من سيد وزير الصناعه سالم محمدين ان يخرج على الراي العام ويقول لنا كيف قهروا في مجلس الاداره ليستولي احمد عز على الدخيله. احمد عز هو نجم الفساد السياسي والاقتصادي في البلد. مواطن واحد احتكر يا جماعه 67% من انتاج الحديد. عارفين لما محمد رشيد في يوم من الايام جه يقدم مشروع حمايه المنافسه ومنع المؤسسات التجاريه، عارفين التفاصيل القصه. الحزب الوطني وقف مع احمد عز ضد الحكومه، والمعارضه وقفت مع رشيد. احنا بقينا دوله احمد عز في وجود الرئيس مبارك، وانا بقولها له اهو. انت اللي سمحت بان الاوضاع تبقى بهذا الشكل، انت اللي سمحت بان الناس تخرج بهذا الشكل، لانك تركت الفساد والفاسدين والمستبدين. انت سبت جمال مبارك واولاد واللي حواليه يتربوا ويكبروا بهذا الشكل. ما كانش مفروض يا ريس. دي مصر، دي مصر اللي كان مفروض انت اول من يحميها. ترعرعوا، كبروا، تضخموا. النهارده لما وزير الاسكان يبقى من ضمن الاسماء اللي موجوده. هو ليه الثلاث وزراء دول بالذات؟ وزير الاسكان، تعال شوف بالما يعني انا هديك مثال واحد. لا سؤال بس. وزير الاسكان، وزير الداخليه طبعا مفهوم. لا انا هقول لك وزير السياحه. وزير السياحه قبل ما يبقى وزير كان عليه 18 شيك للبنك الاهلي. فاحمد المغربي كان وزير السياحه، رشحه معاون ليه،
فالرقابه الاداريه اعترضت، قالت الراجل ده عليه شيكات بدون رصيد وخاين الامانه، ما ينفعش. فذهب احمد المغربي لاحمد نظيف وقال له يا نظيف دبرني يا نظيف، فنظيف اصدر قرار رغم انف الرقابه الاداريه. عين وزير وهو مديون، وشركته جرانه للسياحه مديونه باكثر من 120 مليون جنيه. عشان يخلص من الديون دي ايه؟ الارض بتاعته طبعا ولا عزبته هي ارض التنميه السياحيه. راح مدي احد رجال الاعمال الكبار قوي معروف سميح سويرس حوالي 2 مليون متر في البحر الاحمر، سعر المتر دولار واحد. مقابل ايه؟ مقابل ان سميح سويرس ياخد يشتري طيب شركه جرانه بنسبه 51%. الاسماء دي بس علشان احنا برضو نحافظ، ما احنا عندنا معلومات دي معروفه. ايوه لا بس الاسماء دي لسه ايد التحقيق وعلى مسؤوليتك في اللحظه ده كلام كله معروف. اجي عند حبيب العدلي. حبيب العدلي ارتكب جريمه في حق هذا البلد تصل الى حد الخيانه العظمى. برضو دي لو سمحت لي يا شريف خلينا نتكلم. اتفضل. ليه؟ اتفضل. اللي يهد النظام ويهد مصر ويطلق علينا البلطجيه. يا جماعه البلطجيه اتربوا في زمن حبيب العدلي. في الانتخابات سنه 2000 كان يجيب لنا سيدات اداب من السجون وبلطجيه يقفوا يمنعوا الناخبين. انا حصل عندي في حلوان مناطق كامله اتمنعت، وحصل في مصر كلها. الذي كان يستخدم البلطجيه وربى البلطجيه في حضنه هو حبيب العدلي. النهارده يدي تعليمات للشرطه بان تترك كل المواقع وتمشي. دي خيانه، دي خيانه للنظام وخيانه لمصر. ليه بتعملها؟ ليه؟ لما نزلت القوات المسلحه عايز تقول لهم يعني ما فيش حد يقدر يشيلكم غيري؟ طب فين قوات الشرطه دلوقتي؟ ده انت عندك 750 الف امن مركزي. ايه الاهتراء اللي حاصل ده؟ طبعا الناس مظلومه بتاخد فتات، ضباط شرطه بياخدوا الفتات. شوفوا هو بياخد كام؟ مش اقل من 2 مليون جنيه في الشهر. اسالوا ثروه حبيب العدلي كام؟ وهتفاجئوا اذا تم التحفظ على اللي هنا وعلى اللي بره. هتفاجئ بحاجات كتير قوي، هتفاجئوا باشياء كتيره جدا. وزير الاسكان، تصور لما وزير الاسكان يدي شركه دماك 30 مليون متر في الغردقه ومديها اراضي في القطاميه ومديها اراضي في كذا، فجت الشركه كله كاملا بكره اجيبه لك. لما يعمل ده ويدي الحاجات دي 30 مليون متر، ايوه، وبعدين الشركه تاخد فلوس المصريين وتهربها بره، فوقعت الشركه. ايوه، يعمل ايه؟ جاب بنك الاسكان والتعمير التابع ليه، قال له ادفع من فلوس الدوله، خد اشتري 60% من هذه الشركه بحيث توقفها على حل. فالراجل خد الفلوس زي بتاع عمر افندي ما خد الفلوس. احنا عشنا فتره فساد سياسي واقتصادي، والله العظيم الشعب المصري ده تحمل كوارث وبلاوي. والنهارده لما تبقى خطوه زي دي، شوفوا الناس فرحانه في الشارع ازاي، شوفوا المصريين اللي اتعذبوا في السجون، شوفوا القوى السياسيه اللي اتلفقت لها تهم، شوفوا الشباب اللي كانوا بيتاخد لمجرد انه مربي دقنه، شوفوا الست اللي كانت متحجبه وكانت تتهم بالارهاب. احنا كنا عايشين في فتره خطيره جدا وصعبه جدا. اللي حصل ده متاخر خالص، متاخر جدا يا جماعه. ده احنا بعد 30 سنه حكم مفيش واحد معارض حقيقي داخل البرلمان، مفيش. المستقلين ما دخلوش. سقطنا احمد عز واحنا قاعدين، انا في حلوان فايز على الوزير ب 6000 صوت، سقطني بتعليمات. كلنا بنعاني. اوعوا الشباب ده اللي حاسس بالمراره اعذروه. وانا بشكر السيد عمر سليمان انه اداهم رساله، انتوا قمتوا بمطالب محترمه. احنا النهارده بقى يا جماعه يا شعب مصر عايزين نحافظ على مصر. انت شايف اللي هيحصل بكره؟ عايزين نحافظ على مصر. اولا يا استاذ شريف، الناس ما بقتش لاقيه تاكل دلوقتي، البنزين ما بتعرفش تجيبه، المجرمين واللي جايين لنا من الخارج بيمرحوا. احنا النهارده ايوه بس دي مسؤوليه مين؟ ما احنا نحمل مسؤوليه اللي حصل ده للشباب. لا اطلاقا. الا دول الشرطه والعالم دول هم دلوقتي هم ده الوضع، هم اللي وصلونا فيه. ده الشباب ده انقذ مصر. والله الشباب ده انقذ مصر، الشباب ده حمى كرامتنا. والله صوره المصري قدام العالم كله، بيكلموني مصريين من الخليج ومناطق ثانيه يقولوا الشباب ده رفع رقبتنا، حاسس ان الشعب المصري يستطيع ان يقول لا. مصر الحضاره، مصر العظيمه. في ظل هذا العهد بقينا في مؤخره الدول. لبنان فيها مشاكل، كل الدول، تركيا موجوده، سوريا موجوده، السعوديه موجوده، احنا مش موجودين. السودان بيتقسم مننا. كان في استهانه واستهتار بامننا القومي وبكرامه الانسان. هاتوا لي النظام ده دافع عن مين من المصريين اللي اتبهدلوا في الخارج يا شريف؟ احنا مضغوطين جدا في الوقت، وبنستأذنك انك قبل ما اشكرك على انك تبقى موجود معانا النهارده
يعني كل الكلام اللي بيتكلم عنه بالارقام ده النهارده بنشوفه بيترجم في قرارات وبعدين ياما اتكلمت معانا في القصص دي كلها في التجاوزات دي انا على التليفون. انا بشكر النائب العام النهارده هجت بالمستندات. هذا الرجل الذي يواجه الفساد بكل قوه ويواجهه. وانا اعتقد ان في ملفات تانية لازم تفتح، ملف عاطف عبيد وبيع الاسمنت، ملف احمد نظيف وجامعه النيل، كل دي ملفات مستعد اجيبها هنا قدام الراي العام، سواء على مستوى الفساد او على المستوى السياسي ومستوى الميداني. اتحدى من يعرف ماذا سيحدث في الساعه المقبله. عشان كده نتمنى ان يفتح الملفات كلها كامله ويحاسب الكبير والصغير اذا كنا فعلا نبغي الشفافيه ونبغي ان نقدم رساله واضحه للشعب المصري العظيم الذي يستحق منا جميعا صحيح ان احنا نشيله على اكتافنا. الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشعب السابق استاذ مصطفى بكري، احنا بنشكرك شكرا جزيلا. وجودك النهارده معانا مختلف عن تواجدك قبل كده. احنا مستمرين معاكم بعد الفاصل والبقيه تاتي.